الدريسنج، انا عندي دولاب العرض بتاعه بيبقى قد ايه؟ 60 سم، اللي هو مسافه ان انا امد ايدي واجيب حاجه من جوه. بالظبط. طيب هحتاج بقى قدامه مساحه قد ايه؟ انا لو هتحرك قدامه 60 سم. طب لو انا عايزه افتح الدولاب، عارف انت الخطوه اللي بتاخدها لورا دي علشان أيوه. تشوف هتلبس ايه النهارده؟ أيوه. فممكن نوصلها لمتر، فيبقى تمام. براحتنا كده، ايه المساحه بتاعتنا تكفي ان الواحد يمشي براحته ويغير هدومه كمان اعرف براحته. اتحرك واطلع الهدوم من الدولاب والبس وكده. بالظبط. اوكي. فاحنا لو هنسيب المساحه دي كده، فانا لو قفلت على كده الدولاب بتاعي بالدريسنج، فانا المساحه عندي، قول هسيب مثلا الفاصل اللي الحيطه اللي في النص دي، قول هسيبها بالتشطيبات يمين وشمال، قول هنزود 20 سم على المساحات اللي احنا قلناها، ممكن توصل معايا ل5 متر. تمام. فانا لو عندي الاوضه بتكلم ان انا عندي سايد بيوصل ل5 متر معايا، انا اقدر اقول انا خلاص انا فعلا اقدر اعمل دريسنج في الاوضه دي. تمام. طيب لو احنا هنبدا بقى نقول لا والله انا عايز دريسنج اكبر، لو أبدأ الاوضه أفكر اكبر إزاي؟ بقى ممكن اكبر اكتر. بالظبط. تمام. ايه المقاسات الزياده اللي تحكمني ان انا اكبر بقى الدريسنج؟ الاول انا ممكن اعمل زي كتف كده بالحيطه تخليني اعمل الدولاب فيه بقى كانه مدفون، ما يبقاش شايفه السايد بتاعه في مدخل الباب. احلى طبعا. بالظبط. وهسيب ال60 مع ال60، هعتبر ان في واحد بيستخدم هنا وواحد بيستخدم هنا، فانا بقى عندي متر 20، ممكن توصل لمتر ونص، لان انا عندي لو عايزه المكان يبقى اوسع شويه. بالظبط. طيب وكمان اقدر احط بقى ساعتها فيها الدريسر بتاعي، وخلاص يبقى كده ده السيت اب بتاع الماستر بيدروم بالدريسنج. المساحه الجديده بقى اللي احنا حاطيناها دي بقت قد ايه؟ وصلت 2 متر 40. هنزودهم بقى على المساحه اللي عندنا، وبرده هنزود عليهم التشطيبات والحاجات الفواصل اللي في النص اللي هنحطها، تلاقينا وصلت معانا ل 85. 85 العرض. الجزء الثاني بقى قد ايه؟ بالظبط. العرض بقى الطول احنا عندنا مثلا 2 متر للسرير، والجزء بتاع ترابيزه التلفزيون ومساحه الحركه ممكن توصل ل 3 متر 20. احنا بنتكلم مينيمم 23 في 23. وصل منهم سايد ل 5 متر اقدر اعمل دريسنج، انا ساعتها اقدر اعمل دريسنج. حلو جدا. بالظبط. طيب السؤال بقى اللي هو لو ايه، لو جالك الاوضه اللي هو طب 4.5، ينفع؟ لو اقل شويه من 5 متر. يعني لو ما لمستش في ال5 اعمل ايه؟ خلاص هتبقى عارف ان انت هيبقى عندك ضيقت مساحات الحركه، وانت بنفسك بقيت عارف ان انت هتمشي في مكان مش مرتاح، وهتحسسك ان الاوضه ضيقه، مش ان انا استغلتها صح وطلعت منها دريسنج، لا ده انا ضيقت مساحه الاوضه كمان. بالظبط.